السلام عليكم، أهلا بنات، لاباس عليكم؟ أموركم هانية؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وما يخصكم حتى شي خير يا ربي. أولا كما تعودنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما تشوفوا هاد النهار البنات جبنا هاد الكونفيتير ديال التفاح. شي حاجة روعة روعة البنات. جربوا ما غاديش تندموا، غادي ينفعكم بزاف بزاف بزاف. مادام هاد الوقت البنات ديال التفاح متواجد والثمن ديالو مناسب. استغلوه وغادي يبقى معاكم مدة طويلة وغتهناو منه، وكيبقى اقتصادي بزاف، كيبقى اقتصادي وشي حاجة اللي مضمونة على ضمانتي بأنه راه كيبقى كيصبر معاكم بشحال ما بغيتو عام، راه كيبقى كيما هو والمذاق ديالو كيجي زوين. إذا هنا على بركة الله عندي هنايا التفاح البنات. اختاريت أنا التفاح البيض، الخضر، الصفر، المهم ما بين الصفر والخضر هاكا من الأحسن ما ناخدوش هداك الأحمر لأنه كيكون ناشف من الماء وكيكون زايدة فيه الحلاوة وما كيجيناش مزيان في الكونفيتير. من الأحسن تختاروا هاد يا إما هاد الصفر يا إما هاد الخضر. المهم هاد الأنواع هادو كيكون فيهم شوية الحلاوة ناقصة وكيكون فيهم الماء كمية ديال الماء زايدة، وحتى الحلاوة ما كتكونش المهم كتكون معقولة وكتكون فيها واحد الحموضية. المهم خديت عندي 2 كيلو ديال التفاح بالضبط. المهم أنا نعطيكم مقادير عفوًا مضبوطة. عندي 2 كيلو ديال التفاح، خديته هكا غسلته مزيان ونقيته ورقدته شوية في الخل. المهم حتى النضافة راه أي وحدة كتعرف ليها. وكنقسمو هكا على 4 وخليت له القشرة، أنا ما حيدتلوش القشرة، خليته بالقشرة ديالو باش كنستافدو منها. من الأحسن ما كتبانش البنات، ما كتبانش نهائيًا كطيب وداك الشي. المهم راه كنديرو هنايا في الكوكوط، وكنزيد معاه واحد 2 حامضات مقطعين دوائر ومحيدة لهم القشرة من طبيعة الحال. باش كنزيدو واحد النسبة ديال الحموضة باش كيجينا الكونفيتور ديالنا مزيان، وكيبقى الحموضة على حسب الذوق. نتوما المهم كتحكموا إلا بغيتو ديروا غير حامضة وحدة ممكن. أنايا ضفت البنات 3 د الكيسان بقياس ديال الكأس ديال العنبة ديال الماء. كاس د العنبة راه معروف. صافي البنات غنسد عليه، ما غاديش نكترو الما، وكنسد عليه الكوكوط وكنديرو يطيب البنات غير ربع ساعة ما نفوتوهاش. وكناخدو هنا في واحد الكاسرونة، حيت البنات ما غاديش نديرو سنيدة مع التفاح. كناخدوها الطريقة هادي مضمونة البنات كيجي كونفيتير واعر. عندي هنايا كيلو ديال السنيدة السكر السميد، وعندي 3 الكيسان ديال الماء، وكنضيف واحد طرونشات هكا ديال الحامض، حامض الليمون. وكندير عويدات ديال القرفة والقرنفل وإلا كانت ديك الباديان إلا كانت متوفرة. صافي كنردهم يطيبوا البنات حتى كيتعسل داك السكر. هنايا طابت لي المهم حطيت الكوكوط هكا وغادي نطحنو. ما تخافوش من ديك الكمية ديال الماء اللي كاينة، لأن راه مازال غنردوه يطيب. صافي كنطحنو الكل هكا بالميكسور. نتوما البنات كتحكموا على حسب إلا كنتو باغيينو يجي هكا ملس هكا كيكون القوام ديالو ملس ما كيكونش المهم كتحكموا في القوام ديالو، نتوما لكم الاختيار. الا بغيتو دوك الطريفات التفاح مازال يبقاو باينين ما كطحنوش بزاف، والا بغيتو تشوفوا كيما بغيتوه كيما شفتو عندي انا راه غادي طحنوه مزيان. وما تخافوش من اللون ديالو هكا كيبان لكم بيض، مازال ملي غادي يتعسل كيرجع لنا اللون اللي كنتحكموا حنا في اللون. كيما شفتوا هنايا البنات داك السكر راه ولا عندي سيرو هكا، اللون ديالو كيتبدل. ما كيبقاش المهم ماشي يولي عسل ولكن سيرو ثقيل كيما كتشوفوا. وداك الحامض باش تعرفوا السيرو راه صدق معكم، منين تتهزوا الحامضة هكا وكتشوفوها هكا تعسلات من الداخل، صافي تتعرفوا السيرو ديالكم راه وجد. صافي كنصفيوه من دوك العويدات وكنزيدو على الكونفيتير، كنزيدوه كامل وغادي نردو عاوتاني الطنجرة ديالنا طيب. و ومهم وكنبقاو نحركوه بإيدنا وإيد تحرك، يدنا يتحرك وكنخليوه كيطبخ يا البنات حتى يتبخر منه داك الماء كله كيولي كيتعسل وكيتبدل اللون ديالو. كنخليوه كيطبخ مزيان، وإلا كان طلعت لنا شي رغوة من الفوق كنحيدوها من طبيعة الحال وكنخليوه حتى كيتعسل. المهم باش نعرفوا بأنه طاب، أول حاجة ملي كتشوفوا هاد الفقاعات
الفقاعات كبارين، كيطلع لنا د الفقاعات كبارين، كنعرفوا بأنه راه طاب ولا قريب يطيب. باش حتى نتأكدوا بأنه راه طاب 100% وتحصلنا على القوام اللي بغينا، كناخدو شي طبيسيل بحال هكا وكنديرو فيه واحد الكمية وكندخلوها في المجمد باش دغيا دغيا كيسرب بينا باش نتحكموا في ما تدوزلناش فيه الطياب، وكنديرو فيه خط هكا إلا كان ما تجمعش، ما رجعش الكونفيتير كيتجمع، كنعرفوا بأن الكونفيتير ديالنا راه وجد. مع ديال البنات إلا كنتو نتوما بغيتو تخليوه جاري مثلًا هكا، إلا بغيتو تخليوه الحلويات، تستعملوا الحلويات بحال داك اللي كيتباع الكونفيتير اللي كيكون جاري كتخليوه جاري. أما إلا كنتو بغيتو تخبعوه هكا ولا تخليوه هكا باش دوزو به الخبز، راه تخليوه ديروا ليه هاد الطريقة اللي قلت لكم. صافي البنات إلا بغينا نخبّعوه، راه طريقة تعقيم القريعات راني وريت كاينين عندي في القناة في واحد الفيديو. كتعقموا القريعات وكتعمروهم الكونفيتور مازال طايب كيغلي باش إلا كنتو زعما بغيتو تخبّعوه تصبّروه، صافي كنعمرو القرعات ديالنا مزيان حتى كنعمروهم حتى الفم البنات، آآ ما كنخليوش شي مسافة ما بين المغطا والقريعة، ضروري نعمروه مزيان باش ما كنخليوش المساحة للهواء فين يدخل. وصافي وضروري البنات هكا تتحركوه باش الكونفيتير كيشد بلاصتو. عفوًا، ما يبقاوش عندنا الفراغات. ومن الضروريات أيضًا خص المغطاة تكون عندنا البنات ما فيها لا صدى لا خبشة لا نبشة. إلا كنتم باغيين هاد المصبّرات يبقاو ينجحوا معاكم، ضروري تكون المغطاة مزيانة ونقية وكتحكم كتدخل مزيان تبقاو دوروها البنات حتى كتسمعوا واحد الطرطيقة هكا، تتأكدوا بأن راه تسدات مزيان. صافي كنقلبوهم هكا على المغيطات ديالهم ضروري، نقلبوهم على المغيطات هكا وكنخليهم حتى كيبردوا تمامًا، حتى كيبردوا معانا القريعات، يبرد الكونفيتير عاد كنخلبوهم هكا. كنضمنوا بأن الكونفيتير ديالنا غيبقى معانا مدة طويلة. وباش نعرفوا قضية أخرى باش أننا نعرفوا المغيطة راه مزيانة، ملي تنقلبوهم كنوركو على المغيطة كيما كنت وريتكم في واحد الفيديو قديم. كنوركو على المغطاء إلا كانت كدير تتحد فواحد الصوت، كنعرفوا بأن المغيطة راه ما شاداش. وإلا كنا كنوركو عليها وكنلقاها راه شادة بلاصتها ما كتبعناش، يعني راه المغيطة راه شادة بلاصتها وراه محكومة مزيان وغادي يستافدوا منه البنات. شوفوا تبارك الله ما شاء الله شحال خرج لينا ديال الكونفيتير، يعني اقتصادي كيطلع اقتصادي 100% وشي حاجة نقية ورغم أن فيها السكر، ولكن على العموم كما كنقولوا أخف الأضرار. المهم شي حاجة صوبنا على يدينا وكنعرفوا التفاح بأنه راه ماشي شي حاجة معفنة والقريعات نقيين وما كاين لا مواد حافظة لا والو، يعني كيبقى هذا اختيار مزيان بالنسبة لهاد الوقت ديال الغلاء. كتعرفوا شحال كيطلع الكونفيتير دابا ولات القريعات راه نتوما عارفين. وعاوتاني وهذا راه شتو دوك القريعات اللي خرج لي، هذيك الكبيرة راه كتهز كيلو، عاد دوك الاخرين حتى هما راه ما شاء الله راه كيهزوا عاد في الكاس، يعني كمية كتيرة البنات راه غادي دوزو بها. يعني تستغلوا الفرصة في هذا الوقت ديال التفاح، وكنتمنى ان شاء الله تجربوه وينال الاعجاب ديالكم واستافدوا منه. وإلى فيديو قادم إن شاء الله، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة إلى فيديو قادم إن شاء الله.